عسلامة ومرحبا بكم. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفة ياسر مزيانة باش نعملوا إن شاء الله كيك مغبغي ياسر عالي جينا تبارك الله كما قاعدين تشوفوا في التصويرة. سهل وينجح لكم من أول مرة. دونك تابعوا الفيديو باش تعرفوا طريقة الإعداد، وما تنسوش كما العادة كينكم أول مرة تزوروا القناة الاشتراك فيها، لايك للفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتعداو توا نشوفوا المقادير متاعنا. للكيكه متاعنا نستحقوا 4 كعبات عظم يكونوا بحراره الغرفه، شويه فانيليا، تنجموا تستعملوا فانيلي كيد اللي يحب، والمقياس متاعي باش ناخذ كاس. هنا خديت كاس سكر، انتم تنجموا تستعملوا اي كاس عندكم. الكاس متاعي يهز 200 مليلتر، هو اللي باش نكمل بيه بقيه المكونات. نركض العظام متاعي حتى يبيض كيف نكيكه، دوما ما يبيض العظام متاعي هذاك اللي باش يعطينا الفوليوم باش تجينا الكيكه متاعنا عاليه. تو كينا باش نزيد كاس زيت، نزيدو على مرتين ولا 3، وانا نركض في نفس الوقت باش ما نطيحش شكل الفوليوم اللي عملته بالعظام والسكر. الفور متاعي يكون سخنته اول ما نبدا نحضر الكيكه على 170 درجه. تو كينا نزيد كاس الحليب، تو نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. وعندي لهنا 3 كيسان فرينة يكونوا مغربلين، مهم ياسر انه الفرينة تكون مغربلة باش تدخل فيها الهواء والكيكة متاعنا تجينا خفيفة. حطيت 3 كيسان فرينة، عليهم باكو ونص خميرة متاع جاتو 15 جرام، وعندي هذيك مغرفة صغيرة متاع قشور برقدان تفوح على الاخر. تنجموا تستعوضوها بزيست متاع برقدان كما تنجموا تستغنيوا عليها. دونك نخلط الميلونج نتاعي الكل بالكدا. لهنا قسمته على 2 وخديت مغرفتين كاكاو وشويه حليب باش نخفف بهم الخليط نتاعي، خاطر كما نعرفوا الكاكاو راهو يشرب السوائل. دونك باش نخلط ومن بعديك نزيد الحليب بشويه باش نخلي القوام نتاع الكيك كما البارتي الاخرى الفاني. دونك ما نسحقوش برشا، حكايه مغرفتين ولا 3. الحليب طبيعة يكون بدرجة حرارة الغرفة ماهوش بارد. فوالا دونك هذيك هي تكستير الحاجتي بها، جوست ما نخلط شوية باش الحليب يدخل في المكونات الكل. وحضرت المول نتاعي دهنته بالزبدة، وتوكينا باش نبدأ نصب أول مرة الخليط نتاع الفاني، نحاول نوزعه على المول الكل. وتوكينا نصب شوية من الخليط اللي بالشوكولا، ونقعد كيف هكيكا مرة بمرة، مرة الخليط بالفاني ومرة بالشوكولا. كي نصبوا الفاني ماذا بينا نغطيو لو ماكسيموم البارتي نتاع الشوكولا، ونكملوا بالطريقة هذيك حتى اليوفى الميلونج نتاعنا الكل. الطريقة سهلة على الاخر. بعديك باش ناخو كيردون ولا سكينة ولا اي حاجة عندكم، ونعمل حركة دائرية كيكة من القاع وانا نطلع الفوق باش نتحصل على المربري. فوالا دونك تنجموا تكتفيو كيف هكا وتدخلوه يتشيب. انا لهنا باش نزين بشويه بيبي دو شوكولا، تنجموا تعملوها كما تنجموا تستغنيو عليها، اما تزيد بنا ومنظر مزيان للكيكه نتاعنا. فوالا دونك هذه كيكتنا باش ندخلوها تشيب على 170 درجه بين 45 دقيقه وساعه. وهذه هي الكيكه نتاعنا بعد ما حضرت وخليتها بردت شويه باش نقص منها شويه تشوفوها. شوفوا ما شاء الله، شوفوا اكل المغبغي نتاعها محلاه، جات بنينه فاوحه خفيفه، وعلى قد ما تقعد تبيت على قد ما تولي بنينه اكثر. دونك هذه كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وما تنساوش تشجعوني بلي لايك باش الفيديو يطلع، وتفعيل الجرس كما العاده باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في روسية جايه. بسلامه.